Yeah, we can help him, but we can't do it for him. Yeah, we can help him, but we can't do it for him. Yeah, we can help him, but we can't do it for him. We can help him. We can help him. We can help them. لو تلاحظ نطقها ازاي؟ We can help him. We can do it for him. ده مثال تاني عن الكونتراكشن واللينكينج مع بعض، زي كلمة forum for them، بيقولها forum، اسمعوها منه. But we can't do it for him. But we can't do it for him. But we can't do it for him. for them تتكتب for them بس بيقولها forum، تفضل الام بس، تمام، ولينكد مع الفور فبقت forum. دي صعوبة حقيقية ممكن نلاقيها، ولو كنا واخدين بالنا منها ممكن تساعدنا كتير قوي واحنا بنذاكر. نشوف كلمة زي كلمة for. ايه اخبار for في الجملة؟ تعالوا نشوفها كده. It's a hard story for him. It's a hard story for him. It's a hard story for him. for بقت for مع انه كان واقف عليها والله لوحدها، لو تلاحظوا هنسمعها تاني. It's a hard story for the media. وقف على الكلمة قطعها لوحدها، مع ذلك قالها non stressed وخدت وقت قليل قوي وفاول صغيرة. اسمعها تاني كده. A system that it's a hard story for him. I think we needed for كده هوت. احنا خدنا بالنا من كلمة زي كلمة for اللي هي for، وكنا واخدين قبل كده بالنا من كلمة good زي good morning أو good morning، إنها non stressed. بطبيعتها الكلمة بتبقى كده لما تكون الكلمة مش مهمة، مجرد إنها بتعمل غلط ما بيعملش عليها أي stressing وما بيديهاش أي تركيز. تمام؟ طيب نشوف حد تاني بيقول for. definition or the laity of definition or the laity of mission or the laity of ده قالها واضحة. for نسمعها تاني كده. definition or the laity of corporate wealth. for طبعا هو كده عمل لها stressing بدرجة كويسة، اتك عليها وضحها. تمام، ده قد يكون بسبب ان هو اصلا كلامه بطيء، لان انا برضو مش شايف ان ليها معنى قوي في الجمله، خلينا نعمل عليها stressing يعني. لو سمعناها منه كده تاني. Give us a working definition for the laity of corporate welfare. Well, this was it. يقول give us a working definition for the laity. يعني for the laity كان ممكن نقولها for، بس هو قالها كده يمكن عشان طريقة نطقه نفسها بطيئة، رتمه بطيء. طيب دي برضه حاجة لازم ناخد بالنا منها. هو اللي بيتكلم ده بيتكلم ببطء ولا بيتكلم بسرعة؟ طبيعته ايه؟ وطبيعة الموقف ايه؟ لان ده بيفرق كتير جدا في الجمل اللي هو بيقولها وبيطلعها، وفي نطقه، وفي اننا نقدر نفهمه او ما نقدرش نفهمه. What was realistically possible for me to dream for myself. مرتين for، وفي كل مرة for. Well, 30th, and again, thank you all so much for coming. Have a great day. For coming. القاعدة الأهم الحقيقة هي أنا مركز عليها في الكلام ولا لأ؟ هل هي فعلا كلمة مهمة في الجملة ولا لأ؟ عشان كده هو غالبا هنلاقي كلمة زي for هنلاقيها غالبا ما هياش stressed في معظم كلامها، وهتلاقيها دايما stressed بالمناسبة في آخر الجملة. What is it that you want? What are you looking for? And what are your barriers? What is it that you want? What are you looking for? And what are your barriers? For. What are you looking for? في آخر الجملة هو ده الستريس بتاع كلمة for. تمام؟ اسمعوا من حد تاني. And what are you looking for? And frankly, for بنفس الطريقة. كل ما نجيبها تقريبا هنلاقي عليها stressing ما دام في آخر الجملة. تمام؟
what are you looking for? And being the Socratic professor. اهي for اهي اللي بعده I asked them, what are you looking for? And every for. طبعا ما هياش ستريس زي اللي فاتت، بس هي ستريس قوي برضه. تمام. هي ليه ما بقاش ستريس؟ عشان خاطر دخلت في جمله ثانيه بعديها مهتمه ان هي تكملها، كلامها سريع، في حماسه، في ضغط وهي بتتكلم، فتلاقيها ايه راحت داخله في الجمله اللي بعديها على طول، فده بيخلي الستريسنج يقل. طبعا ده كله بيبين لنا ان الستريسنج عباره عن حاجه نسبيه، يعني حاجه نسبيه بتفرق من شخص لشخص، وبتفرق من جمله لجمله، ومن حاله لحاله وكده. لكن احنا بنتكلم في القواعد العامه. في 3 حاجات احنا كده شفناهم في الفيديو دهوت بيأثروا على النطق بتاع الجمله، بيأثروا على فهمنا للجمله او اننا ما نفهمش الجمله، ولو خدنا بالنا منهم وراعيناهم في كلامنا هنقرب اكتر من النيتيف امريكان، وهيبقى كلامنا اوضح واقرب للصح بتاعهم، يبقى خطنا خطوه كبيره في الاتجاه اللي احنا عايزينه. المره الجايه ان شاء الله هنتكلم عن ازاي احنا نذاكر الموضوع بتاع البرونونسيشن، ايه المجهود اللي نعمله فيه ونمشي في انه اتجاه بالظبط. شكرا لكم.